قولي لي بقى يا هنا، ايه المنيو النهارده؟ النهارده هنعمل شريمب فرايد رايس بالعربي جمبري بالرز على الطريقه الصينيه. تمام. وان شاء الله يعجبكم باذن الله. طب قولي لهم. وسهل وبسيط ومش هياخد منك اكتر من 15 دقيقه، يعني لو انت مستعجله اسهل اكله ممكن تعمليها. جميل جميل يا هنا. طيب قولي لي بقى المقادير، اتفضلي السكريبت. اوكي قولي لهم المقادير. احنا هيبقى معانا جمبري، وهنجيبه مثلا كيلو جمبري، وهنجيب ثوم مفروم، ومعانا بصلتين متقطعين مش شرايح بس متقطعين القطع العريضه ديت، ومعانا كوبايه بزله بالجزر، ومعانا 3 كوبايات رز مستوي جاهز. يعني اسهل حاجه في الموضوع ان انت بتبقى الحاجه يعني جاهزه لك، بتسوي الرز. لو عندك رز بايت او عندك ضيوف عايزه تحضري الاكله، فسهل قوي ان انت تستخدمي الرز من قبل كده. وكمان هنعمل كوبايه صويا صوص، وهنستخدم الدارك وان، وهنستخدم اويستر صوص. اوكي، سو اويستر صوص وصويا صوص، وهنستخدم فلفل اسمر وبسيط قوي من الملح لان الصوصات دي كلها حادقه جدا، بالاضافه للبصل الاخضر، وهنعمل جانش بيه. فاحنا هنبتدي بقى. نبتدي نحط الجريل يرسى على النار. بسم الله. ممكن نسيبه بقى. عايزه ايه زيت؟ انا هساعدك النهارده. انا المساعده بتاعتك النهارده. ايوه. انت منورانا. احنا هنحط نوع من الزيت، عندك اوليف اويل زيت زيتون، او عندك افوكاتو، او عندك زيت عادي اللي بيريحك استخدميه. اي نوع زيت يعني مفيش مشكله. اي نوع زيت. طب تمام، يعني كده بنسهل، يعني ما بنقولش حاجه معينه. لا لا لا، اي نوع زيت. تمام. بعد كده يعني بس يسخن الزيت شويه، وهننزل بالثوم المفروم. بسم الله. هو احلى حاجه في الموضوع الثوم. طبعا بيدي ريحه فظيعه ملهوش حل حقيقي يعني. وايه تمام. اوكي، اول ما ريحه الثوم كده هتبدا تطلع، هننزل بالجمبري. طبعا جميل، ما اساسا الريحه بدات تطلع، ما بياخدش وقت الجمبري معروف. يعني انت اخده بالك شم الريحه؟ طبعا. الله الله الله. اوكي بسم الله. ريحه جميله، ريحه مصريه طبعا. ما فيش التقليات والحاجات دي عندكم يعني. لا لا لا, لا. كله حاجات هي سهله وحاجات سهله. تمام. انا اقوم بدور ياسمين يا جماعه النهارده، ياسمين بريك. اوكي، هنخلي كده الجمبري على النار مع الثوم بسيط كده، وهنحط عليه البهارات، واللي هي فلفل الاسمر. بهاراته بسيطه جدا. بصراحه هو الصوص اوريدي البهار بتاعه الاكله. يعني مش محتاج بهارات سمك والكلام ده خالص. عايزه تحطي شطه مفرومه ممكن تحطي، عايزه تحطي لا مش محتاجين بهارات سمك. متهيألي لو حد حابب السبايسي، لو حد عايش بره وعنده البهارات بتاعه الجويه، ممكن يستخدم الجويه البهارات بتاعتها. لو احنا في مصر نستخدم ممكن حبه بابريكا اكسترا، بس هو الصوص بتاعه هو الفليفر. جميل حقيقي يعني. طب جميل. اوكي، فاحنا كده هنسيبه شويه. احنا عبال ما بياخدش وقت طبعا الجمبري. بالظبط. ايه رايك نحضر البسكوت؟ فكره لذيذه قوي. طيب طبعا. انا هديك سكريبت البسكوت، وابتدي قولي لهم مقادير البسكوت عبال ما انا احضر لك البوله. اتفضلي. اوكي، هو بسكوت اسمه بسكاري، هو بسكوت ايطالي. المكونات بتاعته انت ممكن تضاعفي المكونات لو انت حابه تزودي الكميه. هنعمل كوبايه و3/4 دقيق، اوكي، و3/4 سكر، ونص كوبايه زيت، وبيضتين، ومعلقه بيكنج باودر، ونص معلقه ملح، ولو عندك جوزة الطيب تحطي نص معلقه، وبشر ليمون او برتقان، يعني اللي يريحك. تعالي مكاني بقى، اتفضلي. يلا بينا. طب كده هتعمل معانا هنا البسكويت، وهتبتدي توريكم اول حاجه في المقادير. يلا واحنا شغالين كده نتكلم شويه، ايه رايك؟ شور يا طبعا. مش هلخبطك؟ لا 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 بجد اطلاقا اطلاقا. طيب قولي لي بقى، اول ما جيتي هنا مصر وشفتي اللمه والحاجات الجميله، ايه اول اكله اشتقت لها؟ اكيد اي حد بيشتاق للمحشي والحمام، عشان ما عندناش حمام حلو زي هنا. بجد حقيقي يعني انت بتحبي الحاجات دي؟ يعني مش متواجده هناك عندكم يعني في امريكا الحمام ما بيكونش نفس هو موجود، بس اكيد الطعم بيختلف. المرعى نفسها كمان طبعا اكيد، بس يعني المرعى هناك حلوه برضه. بس برضو انا بحس ان في تيست اكتر في الاكل هنا. حقيقي يعني. هي بتحب الاكل المصري، فاي حاجه بتاكلها في اي مكان بالنسبه لها الاكل المصري هو الواو يعني بالنسبه لها. اوكي، انا حطيت البيضتين ومعاها الفانيلا. اوكي، الفانيليا، وهنقلب البيض. احلى حاجه في البسكوت دوت ان هو مش محتاج يعني مكنه او مضرب بيض زي ما بيقولوا. بالمضرب اليدوي على طول. بالظبط كده، ومش بياخد اي وقت خالص يعني.
سهله جدا 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 جميل جدا. وبعدين ايه حلو قوي ان احنا لا هنستعمل مضرب ولا هنستعمل خلاط ولا عجان ولا حاجه، وانت لا واقفه لا كده. لا هو سهل ان هو حاجه سريعه للاولاد لو انت حابه ان انت تعمليها. وتوفري كمان، أوكي. يعني انت بتفتحي الثلاجه بتلاقي كل الحاجات دي فبتشتغلي فيها مفيش مشكله. بالظبط كده. تمام. ضفنا الزيت وبعديها نضيف السكر مم. واحده واحده كده وبنقلب. جميل زي الفل يا هنا. طب قولي لي بقى، انت لما جيتي هنا ايه الاحساس اللي انت حسيتيه بعد 26 سنه وانت داخله بلدك؟ وايه الشكل اللي انت شفتيه انت الشعور، انا مش هقول لك ايه الشعور اللي انت والله حسيتيه. الشعور اللي انا حسيت بيه انا فعلا بكيت يعني حقيقي بجد؟ بدون شك يعني. حبيبتي. واكيد حبيبتي. كنت مبسوطه جدا جدا. يعني ما فيش اختلاف على دوت. تمام. واتبسطت اني شفت اهلي والناس اللي كانوا وحشني وبس. اشتقت لاولادي والبلد الثانيه لا بتاعتي. اكيد اكيد هتشتاقي لهم، بس برضه بصي الاصل هو دايما المكان اللي انت عايشه فيه. طيب قولي لي يعني انت كان ايه شعورك كده؟ كمان هنضيف هنا اهوت بشر البرتقال. تمام. يعني معلقه بشر برتقال كده مش بسيطه كتير. كده خالص. طب قولي لي، هل المطبخ بالنسبه لك كان وسيله وانت في الغربه انك انت كنت بتقضي فراغك فيه، ولا ده كان حب وشغف ليكي؟ بصراحه هي ماما كانت شاطره قوي في الاكل، فبصراحه اتعلمت من ماما قبل ما اسافر. وبعد ما سافرت انا حبيت جدا جدا فكره ان انا قاعده في البيت ومش بشتغل. حبيت ان انا اقدم يعني اتفرج على التلفزيون كتير، واتفرجت على شيفات كتيره امريكان شيفس. ما شاء الله عليك. احنا اوريدي متعلمين العربي ومتعلمين الاكل العربي. جميل. فحبيت اضيف للاكسبيرينس بتاعتي او خبرتي اكله جديده. فبالنسبه بقى للايطاليان فود، التشاينيز فود، الانديان فود، كان كل ده كان بالنسبه لي حاجه جديده. يعني كل المطابخ. لحظه واحده دلوقتي بعد ما الجمبري بدا يخش في السوا هننزل الخضار. أيوة. اوكي. يعني طب في بديل للبسله والرز ولا هي لازم البسله والرز؟ والله هو التشاينيز بصراحه بيعملوها كده، ما اعتقدش ان هيبقى خضار ايه، لا يعني متهيألي هي كده. خلاص هي الاكله هو كده. مفيش حاجه تاني. يا تمام. طب انت دايما بقى بتفضلي الاكل ايه هناك، المصري ولا الامريكان ولا الدنيا ايه هناك؟ بصراحه يعني بالنسبه للاكل انا بحب الاكل يعني السهل والسريع. تمام. يعني انت عارفه بتبقى اسهل حاجه. هو هناك طبعا الدنيا مفيش حد التسبيكات. طبعا. انا ضفت البصل على فكره وكله كده هياخد تقليب مع بعضه. جميل. اوكي. هو سهل قوي. احنا خلاص بدأنا نفنش الاكل على فكره، بس هندي بس ايه تشويحه كده عشان يستوي شويه معانا. بالنسبه للبسله والرز سوري والجزر. تمام كده. طيب يلا نبدل الاماكن. تمام. اوكي. دي البيكنج باودر. ايوه. اوكي. عندنا هنا اهوت هنرجع تاني للبسكوت. عندنا هنا اهوت البيكنج باودر والدقيق. هنحطهم على بعض، ولو كان عندك جوز الطيب هتحطي ذره جوز الطيب نص معلقه. طب ممكن قرفه، بديل قرفه ولا هي جوز الطيب؟ لا جوز الطيب. او ممكن تحطي معلقه ينسون على فكره. يعني برضو هيدي طعم حلو قوي قوي يعني. كده انا قلبتهولك على فكره. فدلوقتي انا هبدا انزل بالدقيق. برضو كوني يعني نخله دقيق. اوكي. يعني برضو نخله هو لازم على فكره افضل يعني. طب قولي لي يا هنا، هو عندكم بتشتغلوا زي عندنا حاجات زي ما بيقولوا بالبركه، في كتير ناس بتشتغل كده ولا الريسبي؟ والله لا بصراحه لا، ما فيش بركه يعني ما فيش بالبركه في امريكا. لا بيقول لك لا انا ايديا انا نفسي انا فاهمه ايدي ميزان الكلام ده طبعا. لا بس يعني احنا اتعلمنا بالريسبي. طبعا حتى الطبخ. حتى الطبخ. اصلك الطبخ ما فيهوش حاجه، بس لكن معلقه ملح معلقه فلفل. بس عينك بتجيب طبعا. بس بالنسبه لاي يعني معجنات او كيكات لازم تستخدمي المعايير. اكيد. لا وعايزه اقول لك حاجه، يعني متهيالي ان الريسبي ده هو اللي بيظبط لك الدنيا كلها. طبعا. طبعا. اوكي. بعد كده هنضيف عندك بلح، عندك الشوكليت، ممكن طبعا تحطي لوز، عندك مكسرات، عندك رمضان داخل علينا وممكن تقدري ان انت تقطعي الفواكه الصغيره وتحطيها بالكميه اللي انت عاوزاها. ده برضو اختياري، بس يعني كوبايه مثلا بلح مفروم متقطع صغير. حلو. وممكن تضيفي كمان معاه حبه الشوكليت مع المكسر. ممكن سوداني ولا لا؟
مش لا يعني يعني انا بقول اقتصاديا مش اكتر من كده. والله جربوا يا جماعه. مش قلبي هنقول لا. عليهم والله. جربوا يا جماعه. قلبي عليهم. يعني ممكن حد يحب ان هو مثلا يحط نوع من المكسرات كقيمه غذائيه والله فيجربوا بالظبط بالظبط. وكمان رمضان داخل علينا، وهتلاقي طبعا المشمش والقراصيا والحاجات دي هتبقى وجبه حلوه قوي، يعني الحلويات نفسها حقيقي في السحور مع الشاي، الحاجات بالظبط دي جميله كده بالظبط. جميل. قولي لي بقى، اقول لك على حاجه جميله قوي. يعني انت لما كنت هناك كان اكتر حد بتشتاقي له ان انت تشوفيه في مصر؟ اكتر حد كنت ببقى مشتاقه له اختي اللي عايشه في عايشه هنا في مصر. طبعا. معلش بنبدل الادوار ده بس عشان خاطر ايه، المطبخ غريب على هنا شويه. معلش كده ايه، خلصت معانا؟ كده خلاص كده خلاص. اكله جميله. اوكي هنبدا نحط الرز بقى. تمام. بسم الله. الرز بقى ايه، هل ليه كميه الرز ولا انت بتاخديها كده بالنظر؟ باخدها بالنظر على حسب كميه الجمبري او الحاجه اللي انت هتحطيها. تمام. كمان الاكله دي احلى حاجه فيها ان انت ممكن تغيري بدل الجمبري تحطي فراخ او تحطي لحمه. تمام. فهي عندك اوبشن برضه. فدي احلى حاجه فيها ان انت ممكن تستخدمي جمبري، لو مش متاح تستخدمي قطع صدور صغيره تقطعيها صغير. انا كنت عايزه اقول لك ايه البديل ان احنا ممكن نستخدمه؟ لحمه وفراخ. طب بصي يا هنا، هل ممكن البديل ان احنا نستعمل او نستخدم السمك الفيليه؟ لا مش هتبقى حلوه، هيدوب في الاكل. لا لكن هو يا جمبري يا لحوم يا فراخ او فراخ، لكن اكتر من كده مفيش بديل. بالظبط. هو حلو جميل جدا، عايزين ايه اكتر من كده؟ جميل قوي. طب ممكن بقى سؤال سريع؟ اتفضلي. المطبخ المصري ولا الامريكي بتحبيه، وايه الفرق بينهم؟ المطبخ المصري اصعب. اصعب. لان طبعا محاشي وحاجات يعني، بس حلوه. هي حلوه هي حلوه. بس الاسهل يعني هقول لك المطبخ الامريكان كله اللي هو الفاست فود، الحاجات السريعه كلها حاجات سريعه مفيش وقت حقيقي يعني. لا انما احنا عشان نعمل المحشي بناخد 48 ساعه بالظبط كده. عشان نعمل حله المحشي. بس بتشتاقي لها اكيد؟ طبعا اكيد بتشتاقي. وعلى طول يعني برضو بيبقى عندنا ضيوف وبنعمل محاشي وبنعمل كل حاجه. جميل. طب عندكم ملتزمين بالمواعيد زينا كده؟ لا المواعيد دي بقى دي حاجه تانية. تانية. انا بقولها من ورا حاجه كده تانية. دلوقتي انا هضيف بعد ما حطينا كل حاجه هضيف الصويا صوص. تالي الصوصات دي هي اللي بتغير الطعم؟ هو ده اللي هيدي الفليفر. جميل. ايه كمان؟ هو دوت الاويستر صوص. ده حاجه صيني ده صوصات صيني بس حلو يعني. ما هو تقريبا الاكل نفسه من اولها لاخرها صيني، ما فيش فيها اي تغيير. لا بس جميل يعني، الاكل مش صعب، جميل جدا. انت بتفضلي هناك طبعا، لان هناك على فكره في مطابخ كتير في الوقت أمريكا. بيبقى ضيق وعايزه تدوري على اكل سريع. لا بس في انا بشوف هناك في مطابخ كتير. طبعا يعني في الصيني وفي الافغاني، لا الحاجات دي ما انا شفتها. وبرده هاخد حبه من البصل الاخضر وهضيفهم. الله، دي شكلها بقى ايه حاجه كده واو ان شاء الله. اشوف الموضوع ده بعد الحلقه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. يعني هتعجبكم جدا جدا. لا انت شطوره ومبدعه بجد، جميله جدا. ربنا يخليكي والله. شكرا. بس عايزه اسالك بقى ايه سؤال، مين اللي علمك الابتكارات الجميله دي كلها؟ والله قولي لهم كده انت، لان كل واحد هنا عندنا بيقول ايه، انا اتعلمت، انا اخدت كورسات. لا انت بقى ابدعي لي. انا كان الفود نتورك بصراحه، الفود نتورك في امريكا قولي لهم بالعربي بقى. هي بالظبط زي سفره، القنوات بتاعت سفره. ايوه القنوات اللي هي عندنا الاكل. قنوات الاكل هي قناه بتقدم اكل. قنوات حلوه هناك. كنت بحب شيفات معين كده، يعني شيف اميرا لاجاسي يعني من ماي بيست، يعني الناس اللي انت اكتسبتي منهم الخبره حقيقي. حببني جدا جدا في الاكل، وكنت مبسوطه جدا وانا بتعلم منه. بابي فلاي، وشيف كبير قوي بابي فلاي برضو اتعلمت منه كتير.